اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جاي لكم فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض ما ننساش كده في بداية الفيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا حابة افكركم برضو بالاشتراك في القناة. لو انتوا بتتفرجوا عليا من غير ما تشتركوا في القناة، انزلوا تحت على طول تحت الفيديو هتلاقوا كلمة الاشتراك باللون الاحمر، اضغطوا عليها. وطبعا عشان تنوروني كده وتكتروا بيا وتزودوا عيلتي الصغيرة عشان تكبر بيكوا وليكوا بإذن الله. وطبعا شيروا كده الفيديوهات بتاعتي في كل مكان، وعايزاكم بقى تحطوا اللايك، وطبعا دوسوا على زر الجرس عشان هيطلع لكم 3 اشعارات. اختاروا كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات اللي هتنزل، وتتابعوني اول باول. طبعا يلا بينا نشوف بقى الروتين بتاعنا اللي هو اول روتين لينا بعد العيد. طبعا في حاجات كده كنا بنعملها كده في السريع، يعني ما اكدبش عليكم، بس يعني ما كنتش بقى مثلا ايه، كنت ممكن ألمّع كده الأرضية بصراحة، ألِم كده من مطرح الأولاد، مطرح قعدتنا الكلام ده. بس بصراحة ما كنتش يعني بانضّف شبابيك والكلام ده، لإن أنا لسه يعني كنت باعيّد لسه يا جماعة، فأكيد مش هاعمل الكلام ده. فطبعًا إحنا طالعين بقى من العيد، طبعًا طالعين بقى مهلوكين بقى من التعب ومن التنضيفات والكلام ده أنا عارفة، بس معلش تعالي على نفسِك شوية، خصوصًا لو أنتِ معاكِ أطفال زي حالاتي، لازم يبقى إيديكِ في الشقة على طول. والله الحاجات دي بُصّوا حاجات بسيطة ومش هتاخد معاكِ على فكرة وقت، بس هتفرق معاكِ يعني خلال فترة الأيام اللي أنتِ فيها، مثلًا خلال فترة الشهر مثلًا كلّه، بقية الشهر، هتفرق معاكِ. ليه؟ لأن أنتِ طبعًا إيديكِ في الحاجة، طول ما أنتِ إيديكِ فيها هتبقى نضيفة. طب أنتِ أهملتيها وسِبتيها بقى وقُلتِ كده، كده هابقى أنا يعني أنضّفها كل فترة، هتلاقيها معاكِ بُصّوا هتلاقوا التنضيفة صعبة جدًا عليكِ، وهتلاقي نفسِك بتشيلي بقى في سجّاد وتشيلي ومش عارفة إيه، وتحسّي نفسِك أكنِّك بتفرشي الشقة من أول وجديد. فلأ، إحنا مش هنهِد الدنيا خالص، هنعمل حاجات بسيطة كده بس اللي هي إيه، يعني تلميعة في السريع، تنضيفة كده، يعني تضبيط كده الفرش اللي على ال الرُكن أو الأنتريه، الحاجات دي كلّها، تمام. أكننا بنعمل كده إعادة تدوير في الشقة كلّها، لو في حاجة مثلًا متنعكشة مش مضبوطة في مكانها أو مش بضبطة إيديكِ، عشان طبعًا الأطفال وكده بُصّوا أنا عندي عيالي، وأكيد كده عيالكم كلّكم كده يعني. أول ما ابتديت أفرش الشقة، بُصّوا الحاجة اللي أنا بافرشها من هنا بتتبهدل من هنا، فيعني ربنا يخلّيهم لنا وربنا يحميهم كده ويبارك لنا في عمرهم، يفضلوا يخربوا دايمًا وإحنا نبقى نعمل من وراهم. المهم أنا نضّفت كده، وبما إني اللي أنا نضّفت الشبابيك، لإن دي أكتر حاجة بييجي عليها أو بيتراكم عليها التراب الناعم، فبيبهدل الستاير، وبعد كده بيدخل لي بقى على الشقة، على الخشب، وأفضل بقى ماسكة إيه، الفوطة بتاعتي أفضل ألمّع بقى في الخشب وفي السفرة ومش عارفة فين وفين. فبجد الموضوع مقرف جدًا وساعات بازهق منه، بس بيبقى غصبٍ عني عشان أنا باحب أشوف الحاجة تبقى نضيفة كده، ما باحبش يعني لو حسيت الحاجة عليها تراب باحس إن أنا مهملة في البيت، يعني مش اللي أنا منضفة كويس. طبعًا خلّصت بقى من الشبابيك ولمّعتها، مش هاشيلها طبعًا لإن أنا كنت شايلاها، أنا بس عايزة ألمّع كده الجرارات ولمّعتها من برّه ومن جوّه. بُصّوا رجعت نضيفة زي ما هي أكني شِلتها بالضبط. المهم طبعًا الأنتريه مش محتاج إن أنا أروّقه لإن هو كان يعني متضبّط وكده، مش متنعكش ولا حاجة. ونضّفت كده ومسحت ولمّعت كده من تحت الأنتريه. طبعًا هو أنا كده، كده كنت جرّاه وكده عشان باعمل شبابيك، فلمّعت بالمَرّة. وهنا بقى كنت باحط كده الطبق ده بتاع الكحك والبسكوت، وحطيت كده مشكِّل، وبرضه عملت هنا في الشيّالة. الشيّالة دي بقى هاغطّيها يعني لأي حد ييجي لي وكده، وبرضه إحنا ساعات بناكل منها يعني. والطبق التاني ده يعني حطيت فيه كده كحك وبسكوت وقراقيش وشوية حاجات كده، اللي هو عملت تشكيلة فيه، عشان كنا هنفطر في اليوم ده منه. أنتم عارفين بقى طالما في كحك وبسكوت وقراقيش وحاجات من دي، لازم بقى إيه، ناكل منه يعني، أو نفطر منه كده، الواحد بيستسهل بتبقى حاجة خفيفة. طبعًا بتشربوا معاه بقى شاي بلبن، كوباية شاي كده زي ما أنتم حابين، الحاجة اللي أنتم بتفضّلوها يعني مع الحاجات دي. و بس كده بتبقى حاجة خفيفة يعني، أو حاجة سريعة برضه في الفطار، بدال حيرة كل يوم يعني في فطار وفي غدا وفي عشا، مش فاهمة، يعني الواحد على طول عنده الموضوع ده يعني. فالحمد لله الموضوع يعني الكحك والبسكوت والقرايش والحاجات دي سهّلت برضه مع الواحد شوية. هنا بقى أنا كنت طبعًا لمّعت كده السفرة كويس، وبعد أمّا لمّعتها
رحت نشفاها كويس وبرجع بقى كده المفرش. وطبعا المفرش ده عشان فرو، فلازم ان انا اشيله كده وانضفه كويس جدا او انفضه كويس جدا، عشان برضو لو وقع عليه فرافيت ولا حاجة مش بتبان. فلازم ان انا انفضه كويس، وبرجع كده احطه تاني، ورجعت كل حاجة مكانها بقى، الفازات وشيلت الكحك. وبرضو العلبة دي اللي هي علبة التسالي بقى بتاعتنا، المكرمشات بقى والحاجات اللي احنا بنحطها، واللب والحاجات دي. وهنا بقى خلاص كنت انا هنا طبعا سايبه الشبابيك تهوي كده الشقه شويه، بسيبها حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده، عشان بس ايه، التراب يعني ما يرجعش يبهدل لي اللي انا عملته تاني. وبرجع هنا بقى اقفل الشبابيك كده وبظبط بقى الستاير وبرجع كل حاجه في مكانها. وكده خلصت خلاص الجزء ده. ناقص بس اللي انا همشي كده بالمكنسه على الارضيه كده في السريع وخلاص. ولمعت بقى يعني هنا الدنيا وكل حاجه تمام. طبعا جيت هنا بقى انا كنت طبعا غاسله المفرش ده، وسايباه اللي هو يعني يتصفى في الحمام لغايه يعني اما اخلص اللي في ايدي. فلما لقيته اتصفى رحت ايه طلعت بقى نشرته كده. زي ما انتم شايفين كان الوقت ده كان داخل كده على المغربيه، ونشرته بقى. بصوا انا اصلا مش ده اللي يعني كان مقضي معايا فتره الشتاء. انا غسلت البطانيه كانت هي اللي مقضيه معايا فتره الشتاء. غسلتها قبل العيد على طول، يعني قبل دخلة العيد. قلت اتخلص منها بصراحة لان هي تهمة، هي 10 كيلو، فتقيلة جدا وبتشرب مية كتير جدا وبتتعبني في الغسيل. لان انا طبعا بغسلها في قلب البانيو وكده، فبتبقى يعني متعبة جدا بصراحة في غسلها. فقلت اطلع بقى اللحاف يبقى خفيف وكده. بصراحة لقيت لكم بقى الجو كتم مرة واحدة زي ما انتم شايفين، وابتدينا اللي احنا بنعرق كده، والبناتي كانوا بيطلعوا من تحت الغطا جسمهم بيكب ميه. فبصراحة قلت لا خلاص كده اخفف لهم في الهدوم، واصيف لهم يعني شوية، يعني بصيف لهم حاجة في حاجة. و... واشيل بقى البتاع ده عشان ما يخليهمش يتعبوا تاني وياخدوا الدور بتاعهم تاني، يعني ربنا يسترها. فقلت اشيله واغسله واطلع بقى كوفرته واطلع دفاية كده تبقى حاجة خفيفة يعني. مقدور عليها عادي هتتغسل في الغسالة. وغسلت ده بقى قلت ايه اسيبه كده ينشف. وطبعا جيت هنا نضفت ولمعت الشباك زي ما شفتوا. وطبعا البياضات دي بصراحة ربنا يا جماعة بتاعت الركنة دي او بتاعت الانتريه عامة، بالذات الركنة عشان احنا قعدتنا هنا والهلك هنا. فبصراحة محافظة لي جدا على الركنة. يا دوبك كده برفع بس الشيلات، لو في فرافيت بسيطة نزلت ما بين الشيلات بنفضها كويس وخلاص على كده. لان انا طبعا نضفت الركنة وغسلتها غسلة كده على الناشف. وطبعا شلت الكياس الشيلات دي بتتفك طبعا بسوسته، شلتها وغسلتها. فبصوا بقى وكياس المخدات برضو غسلتها. فالركنة بصوا رجعتها جديدة حرفيا. فاللي يعني عايز يعرف ازاي انا بغسلها على الناشف وبتطلع بالشكل ده، وازاي ترجع جديدة زي ما هي، هقول لكم ان شاء الله. يعني لو انتوا حابين هعمل لكم فيديو بعيد عن الفيديو ده خالص عشان بس ما اطولش عليكم، بتنظيفة الركنة والانتريه، مع ان انا كنت عاملة الركنة دي في فيديو تاني لوحدها، ممكن تتفرجوا عليه وتخشوا هتلاقوه على القناة. طبعا انا هنا جيت بس كده ايه ماشي المكنسه كده على السجاده بتاعت الانتريه دي. واصلا سجاجيدي كده كده جديده يعني، ما كنتش بفرشها خالص، ما فرشتهمش الا في اول سنه ليا من الجواز كده في بدايه السنه. وبعد كده لما كنت عروسه يعني، بعد كده شلتهم خالص. لان طبعا بقى عارفه اللي انا داخل عليا اولاد وبتاع، وانا اصلا في الصيف مش عارفه ما بحبش افرش حاجات كتير في الارض يعني. بس عشان قلقت بصراحة، في ناس كتير قالت لي اللي السجاد هيبوظ منك وكده من ركنته. فقلت خلاص بقى افرشه وخلاص. وبحافظ عليه على قد ما اقدر يعني. وطبعا عيالي يعني بعودهم اللي هم يعني يبقوا منظمين اكتر ومرتبين، ما يبقوش ايه في حالة بهرجة وكده ويبهدلوا الدنيا. هنا بقى جيت على الدولاب، قلت بقى الم كده كل الحاجات اللي الهدوم اللي فيه يعني الشتوي، واعمله بالمره الضلفتين بتوعهم. لان انا عملت خلاص الحمد لله، عملت الضلفه بتاعتي بتاعت اللي هي في دولاب اوضه النوم، عملت دولابي. وطبعا الدولاب ده انا كنت مروقاه برضو قبل العيد، بس ما كنتش لسه رصيت اللي هم الضلفتين دول بتاع روزي وايلاند. ما كنتش لسه عملتهم بصراحه، لان انا قلت كده كده هطلع الشتوي واحط الصيفي، فقلت بالمره بقى برتبهم المره. فهنا بقى خلاص رتبت كده كل الصيفي اللي كان معايا، ضلفة ايلين اللي فوق وضلفة روزي اللي تحت. ولسه برضو في شنطة صيفي تاني، قلت لما بس ايه يعني اوصل لها كده واشوف مكانها فين وافتكر هي فين هبقى ارصها. وقفلت كده الدولاب على كده. وجيت بقى طلعت طبعا الهدوم الشتوي بقى كلها دي، هحطها واعبيها في نفس الكيس اللي انا كنت حاطه فيها الهدوم الصيفي. وهحطهم بقى رصهم كده، اهم حاجه يتحطوا وهم متطبقين، يعني لو هم حتى بتحطيهم بالعشوائي كده في الشنطه عشان بس
الشنطة تشيل معايا، برضو أهم حاجة يكونوا متطبقين عشان لما تيجي تفرشي فرشة الشتوي بقى يبقوا سهلين بالنسبة لك وترصي على طول. يلا اشوفكم بقى على خير في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة. باي. باي. قولهم ما تنسوش تحطوا اللايك. حط اللايك. باي. باي.